أحيانا اختلاف الأديان بين واحد وواحدة زمايل في الجامعة ولا في الشغل بيدي أمان خادع إنه عادي نقرب من بعض، ما احنا كده كده عمر ما هيكون في ما بيننا حاجة. ولكن فجأة بيبدأ إن في تعود، وفجأة هتلاقي إن الشخص ده بقى جزء من حياتك، وفجأة يحصل تعلق وتبدأ رحلة من الحيرة والألم النفسي في محاولة البعد اللي هتيجي، لأن العلاقة دي أصلا علاقة مستحيل. طبعا لو البنت مسلمة أكيد ما ينفعش، أما لو العكس ممكن عادي، ولكن برضه الواقع بيقول إن العلاقة دي صعبة. وأغلب الناس اللي بتدخل في النوع ده من العلاقات بيبقى بسبب يا إما شعوره بفراغ عاطفي نتيجة بقى تجربة مؤلمة، طول العزوبية أو حالة فقد، وأول ما حد يظهر يملى الحتة دي بنمسك فيه بشكل غير واعي ودون تفكير، أو بيبقى عنده خوف من العلاقات ومش سهل يدخل في حياته أي حد، ولكن الشخص ده نتيجة إن هو يبدو إن إحنا استحالة يبقى ما بيننا حاجة بيقرب، وبتبقى حاجة مطمئنة لأنه عقلي بيقول لي ما إحنا تمام مش هيبقى فيه ما بيننا حاجة، فتبقى مساحة آمنة شوية. ده اللي بيحصل مع أي حد في علاقة مستحيلة، إنه العلاقة المستحيلة دي بتديله امان شويه انه عادي ما نقرب من بعض. والحقيقه انه خسائر ان احنا نقرب من بعض واحنا مش مناسبين بتكون كبيره جدا، فخلي بالك من الفخ ده. لو انت في النوع ده من العلاقات هشجعك تعيد صياغه الموضوع بانه انا مضطر ابعد عن الشخص ده لانه شخص مش مناسب، مش شرط عشان هو وحش. فبلاش تدخل في علاقه مع حد مش مناسب، لانه مفيش اسوأ من انك تتعلق بشخص هو مش مناسب عشان تكمله، والموضوع كله مساله وقت، فتلاقي نفسك استنزفت وقت ومجهود ومشاعر في علاقة كان محكوم أصلا عليها بالفشل من أول يوم.